لو دخلت العمارة دي غالبا مش هتطلع. مش بس كده، جسمك ممكن يتفحم من غير نار. في شارع معروف في شبرا، في عمارة قديمة من أيام الملك فاروق، فاضية، بس كل شوية ناس بتحاول تسكن فيها. أول ساكن كان شاب متجوز جديد. بعد أسبوع واحد مراته دخلت عليه، لقيته متفحم على السرير، لا في نار ولا حتى في آثار دخان. وبعدها بشهر جت أسرة كاملة في يوم واحد. البنت اختفت والولد اتشنق في أوضته، والناس بدأت تقول العمارة دي مسكونة وفيها جن قديم بيكره البشر. آخر محاولة كانت سنة 2002، 2 طلاب دخلوا صوروا فيلم رعب جوه. الكاميرا اتكسرت وهم اتنقلوا للمستشفى بيصرخوا ويقولوا في حاجة بتتكلم في ودنا وبتقول اطلعوا بره. ومن ساعتها الحكومة قفلت العمارة ومحدش قدر يدخل تاني. يا ريت تدوس لايك وتشترك في القناة لو بتحب القصص المرعبة.